انتوا عارفين فكرة المحظوظ؟ هو مفيش حد محظوظ. هو في حد بيعرف يفكر، في حد بيعرف يستغل الفرص، في حد عنده ذكاء تحليلي فبيعرف يفسر ويفهم ويتنبأ فبيقدر يتوقع اللي هيحصل ويقدر يتفاداه، وفي حد مستسلم لصدماته، او بمعنى اصح سايب نفسه لمشاعره ومشاعره بتتحكم فيه. راجعوا كده الناس اللي بتقول دايما انا ما عنديش حظ، انا عندي مشكله، في مشكله في الفلوس، في مشكله في العلاقات، انا حظي قليل في الدنيا. راجع مشاعره، هتلاقيه دايما متمحور حوالين مشاعره، او طول الوقت يقول لك انا متضايق، انا مخنوق، انا مش طايق، انا وانا واغلبيتها مشاكل سلبيه. التاني مفكرش كده خالص، التاني دايما عاوز حلول، التاني ما بيسيبش نفسه من مشاعره حتى لو كانت وسيله من وسائل الهروب، بس هو حتى بيهرب بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه، او الى حد ما فايداه. ففكرة المحظوظ دي ده وهم، انت اللي تقدر تخلي نفسك محظوظ او لا.